اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ معكم حسين محمد. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن ازاي تطور من نفسك كل يوم، وانك تصبر وتفهم المجال اللي انت فيه وتتعمق فيه. دلوقتي قبل ما نبدأ بقى في اي فيديو جديد في القناة عن اساسيات دارت او عن اختصارات مبرمجين او الى ذلك، هنتكلم في حاجة بسيطة، نقطة التشتت اللي انا والله هبدأ مثلا فرونت اند، والله هبدأ باك اند، هبدأ سايبر سيكيورتي. انت اختار مجال معين تبدأ فيه وتجيبه لآخر المجال ده خالص عشان تبقى محترف فيه ومتعمق فيه وناجح في المجال ده. لكن ما جيش والله دخلت مع المهندس حسين تطوير تطبيقات سنة ورجعت لا والله تطوير التطبيق مش عارف ايه ودخلت في حاجة تانية، انت كده بتشتت نفسك. لا، لازم تختار مجال. والله عايز تبقى سايبر سيكيورتي، يبقى ده شغل ايه؟ شبكات، يبقى خليك في الشبكات. والله عايز تبدا تطوير تطبيقات معايا، مفيش مشكله، يبقى انت بتخش تطوير تطبيقات معايا من اساسيات دارت الى لما توصل في فلتر وتتعمق في فلتر لحد ما توصل للهدف اللي انت عايزه في تطوير التطبيقات. طب والله انا عايز ابقى ويب سايت، والله اخش في الويب سايت HTML وجافا سكريبت وCSS الى اخره. طب والله عايز اخش مثلا تخصص تصميم جرافيك، يبقى اخش فوتوشوب وتصميم الجرافيك بقى تبع كانفا وادوبي اكسبريس الى اخره. يبقى لازم احدد مساري ومجال اللي انا هبدا فيه علشان اعرف احترف في المجال ده. لكن انا ما اجيش شويه تطوير تطبيقات وشويه ويب سايت وشويه باك اند وشويه فرونت اند، انت كده مش هتتعلم حاجه ولا هتستفاد ده ولا هتستفاد ده. فالفيديو ده انا عملته مخصوص عشان نقطه التشتت. المعلومه والله على اليوتيوب كله بيطلع مثلا ترند، ده كذا وكذا وكذا، جميل. انت بقى خصص لك فئه تتعلم فيها تطوير تطبيقات، ويب سايت، فرونت اند، باك اند الى اخره. اما تخصص الفئه دي هتعرف تنجح فيها وتتعمق فيها. وانتظرنا الفيديو القادم. سلام.